القرن ال18 أوروبا كانت على صفيح ساخن، ثورات، ملوك بتقع وجيوش بتتقاتل. ووسط الفوضى دي كان في طفل صغير من جزيرة بعيدة عن فرنسا هيكبر ويبقى واحد من أعظم القادة العسكريين اللي مروا على التاريخ، الشاب اللي خلى أوروبا كلها تتقلب. احنا النهاردة بنتكلم عن نابليون بونابرت. اتولد نابليون سنة 1769 في جزيرة اسمها كورسكا، جزيرة كانت لسه فرنسا ضمها جديد. عيلته كانت عيلة نبيلة، بس للأسف كانت عائلة فقيرة، وده خلق عند نابليون عقدة وعزيمة في نفس الوقت. كان عاوز يثبت إنه مش أقل من أي حد، خصوصا الطبقة الأرستقراطية في فرنسا اللي كانت دايما بتتريق على لهجته الكورسكية. أهله بعتوه على فرنسا وهو عنده 9 سنين بس، لوحده في بلد مش بلده، بس هو استغل ده كويس ودخل المدرسة العسكرية وبدأ يظهر ذكاء غير طبيعي في الرياضيات وتكتيكات القتال. أساتذته كانوا دايما بيقولوا عنه إنه مختلف عن كل اللي حواليه. ولما قامت الثورة الفرنسية سنة 1789 كانت فرصة لناس كتير إنها تلمع، بس محدش لمع أسرع من نابليون. أول اختبار حقيقي جه لما انطلقت ثورة ملكية في مدينة تولون سنة 1793. الثوار هناك استعانوا بالإنجليز ضد الحكومة الثورية، وفرنسا طلبت ضابط مدفعية يكون شاطر، فجالهم شاب اسمه نابليون. في معركة تولون أظهر عبقرية لفتت انتباه باريس كلها، رتب المدافع بشكل غير مسبوق وبدأ يضرب السفن الإنجليزية بدقة قاتلة، وفي خلال أيام الإنجليز انسحبوا وتولون رجعت لفرنسا. الانتصار ده رفعه من مجرد ضابط صغير لقائد بيتكتب عنه تقارير في الحكومة، ومن اللحظة دي فرنسا كلها سمعت اسم نابليون بونابرت. بعدها بفترة قصيرة حصلت أحداث سياسية كبيرة، والثورة الفرنسية دخلت في صراع داخلي، لكن وسط كل ده نابليون كان بيتطلع لفوق وبدأ يبقى جزء من الجيش اللي بيتصرف في أخطر لحظات الجمهورية. الشاب اللي محدش كان سامع عنه بقى دلوقتي نجم صاعد، وكل خطوة بياخدها بتوديه لفكرة جديدة، فكرة إنه مش بس قائد، ده مشروع إمبراطور. انتظرونا في الجزء الثاني عشان نكمل قصة نابليون بونابرت.